السلام عليكم. أنا نسمع في شخص من دولة عربية في حالة ثورة، ولو أنه الثورة هذه انتهت عندهم، يلوم في الفلسطينيين ويبدع. لماذا لم يشكلوا لوبي ضغط ونحن نجحنا وشكلنا وحققنا ومررنا قوانين وضغطنا؟ وكأنه الفلسطيني اللي عايش عقود في الولايات المتحدة ما يعرفش المعلومة هذه، إنه في الولايات المتحدة تنجم تشكل لوبي ضغط وتدعم نائب معين وتمرر قوانين معينة. كأنه الفلسطيني ما يعرفهاش المعلومة هذه، وكأنه يلي قاعد يتساءل هو في حالة ثورة وعينيه جاحظة وحالته حالة ما يعرفش إنه النظام الغربي وعلى رأسه بريطانيا والولايات المتحدة التي لم تعود إن شاء الله قريبا متحدة، لا يتعامل مع الحق الفلسطيني كما يتعامل مع ما بين قوسين قضايا الشرق الأوسط. هما مثال، يعني نعطوا مثال، النظام الإيراني والنظام السوري اللي كانوا ينتقدوا فيه من ناحية الديمقراطية، هما كانوا يبحثوا في معارضيهم للسجون متاع الأنظمة هذه. الاتفاقيات اللي كانت بينهم أكبر من اتفاقياتهم مع بين قوسين حلفائهم اللي ولوا حرفاء الخليج وشمال أفريقيا وغيرها.